بعد الفوز 3-0 على بريست الفرنسي بدوري الابطال، راح اختار مين كان افضل ثلاث لاعبين واسوء ثلاث لاعبين من ريال مدريد. اعطوني مساحتي وتابعني. بالبدايه نحكي سريع عن مستوى اللاعبين. نبدا بتيبو كورتوا اللي ابدا ما قصر بصراحه، عمل 5 تصديات، 3 منهم كانوا من داخل منطقه الجزاء. روديجر قدم مباراه ممتازه دفاعيا وعمل 9 تمريرات طويله صحيحه. تشواميني نعم كانت عنده بعض الهفوات، ولكن ايضا قدم بعض اللقطات الدفاعيه الجيده، هذا غير انه هو اللاعب الاعلى نسبه نجاح تمريرات في المباراه كامله. فاسكيز نعم خطوره بريست هجوميا كانت كلها من جهته، ولكن ما كان سيء بالدفاع، وبالهجوم صنع 3 فرص محققة للتسجيل منهم هدف بيلينغهام. بالنسبة لفيرلان مندي بصراحة ما أتوقع في أي شيء مميز سواه بالمباراة. فالفيردي كالعادة حاضر فنيا وبدنيا، حاضر بأدوار دفاعية ممتازة، وأيضا بالهجوم صانع فرصتين. كالعادة لوكا مودريتش بيقدم مباراة كبيرة، دقة تمريرات، بناء مثالي للهجمة، توزيع لعب بشكل صحيح. للأسف إبراهيم دياز قدم مباراة سيئة بصراحة، يمكن لأنه كان مجبور يقوم بأدوار دفاعية بتواجد فاسكيز بجاته، ولكن بصراحة خسر أكثر من صراع، خسر أكثر من كورة، ما سدد ولا صنع ولا فرصة طوال اللقاء. برايي بيلينغهام قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، مش بس لأنه سجل. بيلينغهام لما كان يعاني ريال مدريد بالدفاع يرجع يقوم بأدوار دفاعية، يستخلص الكرة، يساعد الفريق في بناء الهجمة، انطلاقات، قرارات، تمريرات قصيرة وطويلة أكثر من رائعة. رودريجو مباراة عالمية فعليا، أكثر من فاز بالصراعات، أكثر من عمل مراوغات صحيحة، سجل هدفين. لما ريال مدريد يحتاج هدف لحتى تفتح معه المباراة، أتى رودريجو بفردياته الخارقة، سجل بالقدم الضعيفة هدف خيالي. نعم مبابي كان كثير المحاولات وجدا خطير، ولكن كان فاقد للتركيز، ضيع أكثر من فرصة محققة للتسجيل. بالنسبة للبدلاء حابب أحكي عن جولير، بكل مرة بينزل حتى لو بدقائق قليلة بيثبت نفسه، حرك الفريق بتمريراته وصنع فرصة محققة للتسجيل. فبالنسبة للأسوأ أو الأقل أداء تقريبا، بالمركز الثالث راح أختار مندي، الثاني مبابي، والأول دياز. أما بالنسبة للأفضل بالمركز الثالث راح أختار لوكا مودريتش، الثاني جود بيلينغهام، والأول رودريجو.